السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة قلت نعمل مع بعض كده حاجة تنفع المدرسة وتنفع برضو لو عندكم ضيوف. هنعمل النهاردة كوكيز بالشوكليت، وكوكيز عادي اللي هو طبعا هنحط فيه كاكاو اللي هو الشوكليت ده، واللي هو الأبيض هنخليه بالعجينة عادية بالفانيليا. دلوقتي بقى هقولكوا على المقادير. احنا عايزين طبعا نص مج كده زي ما احنا شايفين، مج في البيت العادي، زبدة او سمنة المتاح عندكم في البيت، وعايزة بيضة واحدة، وعايزة كمان نص مج سكر بودر، وعايزة كمان نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وكمان عايزة فانيليا سايلة او فانيليا عادي باودر، اي حاجة عندكم متاحة في البيت، وعايزة معلقة نشا صغيرة، وكمان عايزة الشوكليت شيبس. طبعا زي ما احنا شايفين كده ده الشوكليت شيبس عشان نعمل بيه الكوكيز. بس تعالوا مع بعض بقى نبدأ بقى في الطريقة. طبعا هنجيب بولة زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، هننزل فيها طبعا السمنة او الزبدة والسكر باودر، وكمان بالمضرب اليدوي هنفضل نضربه، مش هنحتاج مضرب كهربائي. طبعا انا لسه ما قلتلكوش على مقدار الدقيق. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده بسم الله هننزل طبعا بالنص المج السمنة او الزبدة، بعد كده هننزل عليه بالسكر البودر برضو نص مج، نضرب كده لغاية طبعا كلهم يختلطوا مع بعض. بصوا مش هنحتاج مضرب كهربائي، هو بالمضرب اليدوي كده. كده زي ما احنا شايفين هنمزج الخليط كله مع بعض بتاع السكر البودر وكمان السمنة او الزبدة اللي احنا حاطينها لغاية كده ما احس ان هما امتزجوا خلاص مع بعض. دلوقتي هنزل بالبيضة بقى والفانيليا. دلوقتي بقى كده تمام، بصوا الخليط خلاص كله امتزج مع بعضه كده ومل اللون الابيض كده. دلوقتي بقى بسم الله هنزل بالبيضة زي ما احنا شايفين بسم الله. طبعا انا قلت لكم لما نحط طبعا البيض طبعا كلنا عارفين لازم نحط الفانيليا. الفانيليا بقى دلوقتي عندكم سايله او عندكم عادي بودر. بصوا انا بحب بصراحه السايله، نقطتين بس كده بس، وهرجع اضرب تاني زي ما احنا شايفين كده برضو لغايه اما الخليط كله يمتزج مع بعضه كده. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده خلاص طبعا السكر البودر وكمان السمنه والبيضه والفانيليا كله امتزج كده مع بعض خلاص كده زي ما احنا شايفين. دلوقتي بقى عايزه اوريكم بسم الله اهو كده ادي مج الدقيق كده، هنحط مج بسم الله. بصوا هننزل كده بسم الله ونقلب زي ما احنا شايفين كده، وننزل كمان بنص طبعا المج تاني دقيق زي ما قلت لكم كده. كمان زي ما احنا شايفين هننزل طبعا بنص المج دقيق تاني، احنا نزلنا بواحده هننزل بالنص كده. طبعا زي ما احنا شايفين نص المج تاني دقيق هننزل بيه على الخليط بقى بسم الله برضو ونقلب برضو. لو تقل معانا بقى طبعا هنعجن بايدينا، هو لسه كده. طبعا انا عايزه اقول لكم هنزود طبعا عشان احنا هنقسم العجينه دي لاتنين، فهقسم نص ازوده معلقه دقيق او معلقتين دقيق حسب ما ياخد الدقيق معايا، طبعا والنص التاني هحط عليه معلقه كاكاو. طبعا انا نسيت اقول لكم هننزل طبعا بالمعلقه الصغيره البيكنج باودر. دلوقتي زي ما احنا شايفين بصوا كده طبعا هو العجينه زي ما انتم شايفين طبعا انا سايباها كده، هي عايزه دقيق تاني بس احنا قلنا عشان ايه هنجيب بوله تاني نقسمهم زي ما احنا شايفين كده كده بسم الله. هنجيب بوله تانية نقسم فيها النص عشان دي هنزودها طبعا دقيق، والتانية هنزودها بقى كاكاو زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي زي ما احنا شايفين العجينه بصوا مش ماسكه طبعا عشان احنا قلنا هنقسمها اتنين. هنجيب بوله تاني ونقسمها اتنين، نحط في بوله طبعا معلقه دقيق والبوله التانية نحط معلقه كاكاو.
دلوقتي زي ما احنا شايفين كده هنحط على النص ده معلقه دقيق. بصوا هنشوف كده عايزه تاني ولا لا. لو مش عايزه تاني خلاص كده تمام. بصوا هي لسه برضو سايبه كده، هحط معلقه تاني كده. خلاص بقى كفايه، هنعجنها زي ما احنا شايفين. خلاص كده العجينه كده تمام زي ما احنا شايفين كده. بصوا كده خلاص بقت تمام كده. دلوقتي بقى نركنها على جنب، هناخد طبعا النص التاني من العجينه اللي احنا قلنا هنحط عليه كاكاو. طبعا زي ما احنا شايفين احنا التانية حطينا لها طبعا معلقتين دي كمان هنحط لها بسم الله معلقتين، لان احنا قاسمين العجينه 2، هنحط معلقتين كاكاو زي ما احنا شايفين كده، ونقلب بقى لغايه ما تمسك زي التانية. كده زي ما احنا شايفين. بصوا انا عجنتها كده خلاص، العجينه بقت تمام. دلوقتي بقى هجيب الصاج اللي انا طبعا هعمل فيه كوكيز وهدهنه دهنه زيت بس. كده انا حطيت زيت في الصاج كده زي ما احنا شايفين كده، هدهنه بس دهنه خفيفه كده بس. كده بقى هنبدأ. بصوا هناخد حتة عجينة صغيرة ونكورها زي ما احنا شايفين كده، هنكورها زي ما احنا شايفين كده. بصوا انا كورتها كده، هنحطها كده بسم الله. بصوا مش هدوس عليها يعني، بصوا حاجة بسيطة كده بس زي ما احنا شايفين كده. طبعا وهنحط في الصاج. طبعا هنعمل كل الكمية كده بس مش هندوس عليها بقى. هعمل لكم واحدة من الشوكليت كده بقى. بصوا بسيط قوي، ما نضغطش عليها كده بسم الله زي ما احنا شايفين كده. ننزل الزيادة كده نحطها. طبعا هنخلص بقى كل الكمية كده. طبعا هنشيل الوقعة دي، هنعمل بقى كل الكمية كده زي ما احنا شايفين كده. كده انا خلصت الكمية نص زي ما انتم شايفين ابيض ونص شوكليت. دلوقتي بقى هنولع الفرن على 180 ونحط الصينية كده او الصاج في الرف اللي هو فيه السلك، بس ممكن ياخد ربع ساعة او تلت ساعة على حسب الفرن بتاعكم. وكده زي ما احنا شايفين احلى كوكيز بجد، يا ريت تجربوه بجد. الولاد هيعجبهم جدا. بصوا طالع بجد مستوي مش محروق من تحت. هوريكم. بصوا كده بجد طالع تحفة تحفة. يا ريت تجربوه. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. بالهنا والشفا. عايزه اقول لكم بقى ممكن بصوا زي ما انتم شايفين كده نحطها في اي حاجه ازاز ونحتفظ بيها، تقعد معاكم كتير جدا. طبعا نغطيها كده بس والولاد ياخدوا منها زي ما هم عايزين.